أكد الإعلامي محمد شبانة إن استمرار علي معلول مع الأهلي حتى نهاية الموسم ورد بقوة رغم الأنباء التي تتردد عن إنهاء التعاقد معاه في يناير الجاري. وقال شبانة إن أزمة رحيل علي معلول بدأت بعدما أخبر كولر بالإدارة برغبته في استمرار بيرسي تاو مع الفريق حتى نهاية الموسم على الأقل. أضافها إلى رغبته في ضم 3 صفقات أجنبية خلال الانتقالات الشتوية الحالية. وأضاف إنه بعد رفع اسم رضا سليم من القائمة مع تمسك كولر باستمرار تاو ومعلول ووجود الثنائي المغربي عطية الله وداري يتبقى في قائمة الأجانب مكانان شغالان، وأصبح الحل الوحيد الإفساح المجال لصفقة الثالثة هو رحيل معلول. وأكد إن فرصة معلول في استمرار ما زالت قائمة حال فشل الأهلي في التعاقد مع محترف جديد ثالث في ميركاتو يناير. وكده خلصنا الفيديو، متنساش الاشتراك في القناة وتدوس لايك عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم.